نحن اليوم بصدد هذه الندوة الصحفية نعلن رسميا انطلاق المنتدى ديال المضايق والواحات اللي غادي يتحضر الإقليم ديال تنغير أيام 3 4 ماي 2025 إن شاء الله. هذا المنتدى جاء في إطار ديال واحد الالتفاتة للمضايق والواحات اللي ديال الإقليم ككل. هاد الواحات كيعانيوا من التصحر، كيعانيوا من شح المياه، كيعانيوا من الحرائق، وهذا جاء هذا المنتدى باش نديروا واحد الالتفاته. غيكون فيه ندوات علميه، اجوا خبراء اساتذه باحثين باش نهضروا على هذه الاشكاليه ويخرجوا لنا بشي تصورات حلول علميه باش نحميو هذا الواحات ديالنا والمضايق ديالنا ونحتفظوا بهم، لان هو موروث الثقافي والموروث ديالنا اللي خصنا نحتفظوا عليه. بدون واحات وبدون مضايق ما يمكن ليناش نسوقوا المضايق ديال المنطقه ديالنا سياحيا. وكاين واحد الهاكاطون للباحثين الطلبه ديال الابتكار اللي غادي يبتكروا شي حلول في هذا النطاق النيت ديال هذا المنتدى اللي نهضروا النيت على الاشكاليه ديال الماء والواحات ككل. وكاين التظاهرات الرياضيه يحضروا معنا عدائين دوليين عالميين كحجم ديال هشام القروج، ابراهيم الحلافي ومعزز اللي غادي يحضروا معنا في هذه التظاهرات الرياضيه باش ننجحوهم ان شاء الله. كاين المعارض ديال الصناعه التقليديه، واحد غيكون في بومالندات وتنغير، غيجيو الناس الصناع التقليديين والحرفيين باش يعرضوا المنتوجات المجاليه ديالهم ويسوقوها ان شاء الله. وكاين فرق فولكلوريه فنيه ثقافيه غادي ينشطوا لنا هذا سميتو هذا المواضيع اللي هضرنا معهم الثقافيه وعلميه ورياضيه كلهم غادي يحضروا معنا. وكاين كاين جوائز مهمه اللي غادي نحفزوا بها الناس اللي غادي يشاركوا في التظاهرات الرياضيه والهاكاطون. وكنتمنى من الجميع باش يحضروا معنا في هذا سميتو سورتو الاعلاميين اللي حضروا بالزخم الكبير هذا النهار، كنتمناو يحضروا معنا في الافتتاح ديال ذاك المهرجان. وشكرا.